القصة كلها بدأت مع العالم العبقري نيكولا تسلا اللي عاش في نهاية القرن ال19، والراجل ده كان واحد من أكتر العلماء المؤثرين في مستقبل الحضارة البشرية على الإطلاق، لدرجة إن تقريبا 80% من الابتكارات اللي قايمة عليها التكنولوجيا الحديثة في عصرنا الحالي أصلها بيرجع لاكتشافاته واختراعاته. الموضوع مذهل مش كده؟ ولكن مذهل أكتر من كده هو إن الراجل ده كان عنده مشروع طموح فضل يشتغل عليه لحد نهاية حياته، والمشروع ده كان قادر ينقل المستقبل البشرية كلها لمكان تاني مختلف تماما. الراجل ده كان عايز ينقل الكهرباء ويوزعها على الكوكب كله بطريقه لاسلكيه من خلال الهواء حرفيا وبشكل مجاني، وعشان يعمل كده فبنى برج كبير في لونج ايلاند في نيويورك اسمه ووردن كليف تاور. والبرج ده كان الهدف منه هو توليد الطاقه الكهربائيه وتحويلها لموجات وذبذبات لاسلكيه، والموجات اللاسلكيه دي اي حد هيقدر يستقبلها ويستعملها في تشغيل اي جهاز كهربي عنده بمنتهى السهوله. وطبعا مش محتاج اقول لك ان الطريقه بتاعته دي لو نجحت كان ممكن موازين القوة والاقتصاد في العالم كله تتغير وتنهار تماما، وده علشان كل المستثمرين ورجال الأعمال الكبار كانوا بيشتغلوا على الكهرباء اللي بيتم توليدها بالفحم والبخار وبيتم نقلها بالأسلاك، وكانت صناعة مدفوع فيها ملايين الدولارات. والتكنولوجيا اللي كان بيشتغل عليها تسلا دي كان في إمكانها إنها تدمر كل ده وتخلي الطاقة الكهربائية متاحة لكل الناس في أي حتة من غير أسلاك وعن طريق الهواء وببلاش. وحاجة زي كده كان ممكن تؤدي لانهيار الاقتصاد العالمي تماما بسبب الانتقال من صناعة مصروف عليها ملايين الدولارات في البنية التحتية بتاعتها لصناعة تانية هتخلي كل ده أسهل بكتير وببلاش كمان. وساعتها كان ملايين الناس حرفيا هتخسر وظائفهم، والعالم كله كان ممكن يدخل في أزمة اقتصادية كبيرة تغير من شكل المجتمع كله. وعشان كده كان لازم يتم التخلص من ابتكارات تسلا للأبد. وبالفعل البرج اللي بناه تسلا اتدمر في ظروف غامضة، وبعدها بفترة هو مات في ظروف غامضة برضه. وبعد ما مات الاف بي اي استولت على كل أبحاثه، وفضلت الأبحاث دي سرية لعشرات السنين، ومحدش لحد دلوقتي يعرف الابحاث دي مصيرها ايه ولا ايه اللي كان ممكن يوصل له تسلا لو كان بس خد فرصته وشويه وقت وتمويل. ولكن المذهل مش كل ده، المذهل فعلا ان الالهام الاساسي اللي خلى تسلا يبدا يشتغل على فكرته دي ويوصل لابتكار زي ده ما كانش من بنات افكاره ولا حتى كان من حاجه من العصر ده، ولكن الهامه الاساسي ده كان جاي من بناء اسطوري ومذهل اتبنى من قبلها من الاف السنين. والبناء ده هو الهرم الاكبر، هرم خوفو. وده لان نيكولا تسلا في الواقع كان مفتون باهرامات الجيزه، وكان شايفها انها مش مجرد مباني عاديه وقبور للملوك زي ما الناس فاكرين، بل كان شايفها مباني متطوره اقرب لمفاعلات توليد الطاقه الكهربائيه، وكان بيقول انها قادره على توليد الكهرباء من الهواء لاسلكيا. وهو ده اللي اداله فكره ووردن كالف اصلا. والمتعارف عليه عند علماء المصريات وخبراء الاثار هو ان الاهرامات اتبنت سنه 2500 قبل الميلاد، وانها كانت مقابر لملوك مصر القديمه. ولكن الحقيقه ان في دلائل كتير حديثه تم اكتشافها بتثبت انها في الواقع اتبنت من قبل كده بكتير، وانها كانت مبنيه بطريقه بتخليها تقدر تولد الطاقه بطريقه غريبه جدا. وعشان تفهم الموضوع ده كويس خليني الاول اكلمك عن الاهرامات دي شويه. الاهرامات دي يا غالي بتتكون من اكتر من 2 مليون و300 الف مكعب حجري ضخم وزنهم مع بعض يتجاوز ال 6 مليون طن، وعدد كبير جدا من الاحجار دي وزنها بيوصل لاكتر من 80 طن للحجر الواحد. مش بس كده، دول كان بيتم تقطيعهم من جبال بعيده على بعد اكتر من 500 ميل من جنوب مصر، وبعدين بيتم نقلهم كل المسافه دي لمكان بناء الاهرامات. وكل ده اتعمل في عصور قبل الميلاد وقبل التكنولوجيا الحديثه. والاغرب بقى من كده هو ان الهرم نفسه من جوه جدرانه مصنوعه من نوع من الجرانيت موجود فيه ماده الكوارتز، والماده دي بتقدر انها تولد كهرباء لما بتتعرض لضغط كبير، وده زي الضغط اللي بينشأ من 2 مليون و300 الف مكعب حجري وزنهم ملايين الاطنان. فلو مش فاهم مغزى الكلام ده فخليني اقول لك يا غالي ان بالشكل ده ممكن جدا تكون الاهرامات دي كان بيتم استعمالها في توليد الطاقه الكهربائيه من خلال الضغط الشديد على الكوارتز ده، وباستعمال تقنيات كتير غامضه ومجهوله لحد دلوقتي.